إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. وعلى سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أجبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياء. ربي في المنزل ذكاه ما أعظم أخلاق محمد. إن شئت يا صاحي أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد. بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. الشرح المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود التهامي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبياء. مستمعي الكرام، أبدأ وإياكم بسم الله الهادي الحنان، ونثني بالصلاة والحب والسلام على حبيب الرحمن من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله الكرام. بداية أرحب بضيفي الكريم الدكتور السعيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف. دكتور السعيد أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعي الكرام، نستكمل معكم بعض من الخصائص النبوية لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والتي اختص بها في الآخرة. كما تحدثنا دكتور سعيد عن بداية الانتقال وما صاحب هذا الانتقال من خصائص عديدة، وأيضا في لحظة العرض وكون النبي الكريم هو إمام وقائد الأنبياء. بنتحدث اليوم عن الشفاعة العظمى، والتي اختص بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الخلق. كان يقول عنها أنا لها أنا لها. أولا نتكلم عن الشفاعة العظمى، ونعرف أن لكل نبي أو رسول أو حتى من الصالحين والشهداء في أمة النبي الكريم لهم جزء من الشفاعة. فما الفرق بين الشفاعة العظمى التي اختص بها النبي الكريم وباقي الشفاعات للأنبياء والرسل والصالحين من أمة سيدنا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الشفاعة العظمى إحدى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى العظمى أن هناك شفاعات أخرى دون هذه الشفاعة العظمى. تلك الشفاعات للأنبياء، للعلماء، للأولياء، للشهداء، لمن حج بيت الله الحرام، لكل من قرأ القرآن الكريم إلى آخر الأعمال الصالحة، وكذلك المجاهدون في سبيل الله. أما الشفاعة العظمى فهي التي تفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منة منه سبحانه وتعالى وتكرما، وفيها إجماع كل العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلائق يوم القيامة، يشفع في الأنبياء حتى المذنبين، يشفع لدخول الجنة، ويشفع للخروج من النار، ويشفع في الترقي في درجات الجنة. نعم دكتور سعيد، يعني الله سبحانه وتعالى إمعانا وتثبيتا وتوثيقا لمكانة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورفعته وكماله، احتفظ بمقام الكمال
بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نبدأ هذا الحديث الإلهي ويسبقه حديث الأنبياء والرسل للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الشفاعة، جعل لكل نبي ولكل رسول ذلة معينة أو خطأ معين إلا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما كان عندما يذهب الأقوام إلى رسول فيقول اذهبوا إلى غيري حتى يصلوا إلى النبي الكريم. فأيضا علاوة على هذه الشفاعة العظمى اختص الله سبحانه وتعالى النبي الكريم بمقام الكمال. أريد أن أؤكد أولا أن الأنبياء كلهم معصومون، والعصمة تعني أنهم لا يخطئون أبدا، وإنما ينبغي أن تفسر أخطاؤهم على أنها من قبيل دون الأولى، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في المرتبة الأعلى والأسمى والأفضل، وهي التي تفضلت بها، وهي درجة الكمال. والأمم عن الخليقة أجمعين كأنها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحكم عمومية الرسالة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه العمومية حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في كل الخليقة. اسمحي لي أذكر هذا النص مع طول جماله، وكأن هذا النص يعرض لنا قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحشر في الموقف. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتعطي الشمس حر 10 سنين، ثم تدنو من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة. وفي هذا قال سليم بن عامر: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني كلما كانت الشخص أعماله صالحة كان العرق ارتفاعه أقل. نعم. وكلما كانت السيئات كان عرقه أكبر وأكثر. هنا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية بيده إلى فيه، يعني إلى فمه، وقال: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ أتنظرون من يشفع لنا؟ وفي رواية فيقولون، يعني يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضلت بعد أن مروا بجميع الأنبياء والمرسلين من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام، كل يذكر زلته التي عصى بها ربه تبارك وتعالى، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون صاحب الموقف والمشهد. فيقولون له: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وختم وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجئت في هذا اليوم آمنا، يعني كل قد أصابه من الذعر والفزع والكرب، لكن هو الذي أتى، وهذه من خصائصه التي تفرد بها، أنه أتى القيامة آمنا. ويقولون: وترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربك. فأقول يعني صلى الله عليه وسلم: أنا صاحبكم، أنا لها، أنا لها. فأقوم فيصور من مجلسي من أطيب ريح ما شمها أحد قط، فيجلس الناس، فأنطلق حتى أخذ بحلقة من حلقات باب الجنة فأقعقعها، يعني أطرق بها على باب الجنة. فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقول الخادم: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتحون لي ويقولون: مرحبا. يدل إلى هذا التكريم والتشريف لسيدنا محمد. نعم. فآتي جبريل، فيأتي جبريل ربه فيقول: ائذن له وبشره بالجنة. جبريل يستأذن لرسول الله فيأذن له الحق ويقول: ائذن له وبشره بالجنة. فآتي تحت العرش فيتجلى الله لي ولا يتجلى لشيء قبلي، فإذا رأيت ربي خررت ساجدا قدر جمعة شكرا له،
نعم. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقول يعني مولانا يخاطب رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع وادع تجب. فأرفع رأسي فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها لا أقدر عليها الآن. انظري إلى المحامد مرة ثانية، مرة وهو ساجد بين يدي ربه، ومرة لما رفع رأسه بعد أن قال له ربنا ارفع رأسك. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. في خلقك يعني في كل عبادك، في كل مخلوقاتك، فأقضي بينهم يعني أتولى القضاء بينهم. فيقول مولانا: شفعتك فيهم. فيقول النبي: أنا آتيكم فأقضي بينكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يتجلى لنا براعة الموقف والمشهد العظيم الذي يقوم فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الله تعالى يقول له: يا محمد لقد قسمت القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. يا الله. دكتور سعيد، يعني فعلا في هذه الصورة التي نراها وأنت تتحدث هذا الحديث النبوي الشريف، هذه المكانة وهذه الرفعة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الشفاعة للخلق كافة في الرواية الأخرى، هي تأكيد لما جاءنا ولما علمناه في الدنيا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس للأمم. وكما ذكر النبي الكريم أن كان لكل نبي دعوة، وهو اختزن واحتفظ بدعوته إلى هذا اليوم، وهي الشفاعة، لكي لا يدعو لنفسه ولا لا يدعو لأحد من أهله، وإنما كانت يعني همه الأكبر دائما هو أمته، وكما قلت هنا رحمته وسعت للخلق كافة. عليه الصلاة والسلام. شرف الله أحمد سيد الخلق بأسمى المواهب الحسناء. جاهه اليوم للعباد ملاذ حين تخشى مخاوف الضراء. وله في غد على الناس فخر لا يدانيه أعظم العظماء. حين يأتي الورى نبي النبي وهم يسألون فصل القضاء. فيقول المسيح عيسى: سلوا من جاهه الجاه عند رب السماء. اذهبوا نحو خاتم الرسل خير العالمين المخصوص بالاصطفاء. فيوافون أحمد سيد الخلق فيشكون ما بهم من بلاء. فإذا ما أتوه قال وقد أبصر ما نالهم من اللأواء: أنا حقا لها. فيسجد لله فيأتي إذ ذاك خير نداء. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور سيد محمد علي، ما زلنا في هذا الموقف وهذا اليوم، يوم العرض ويوم دخول الجنة، ومن تكريم أيضا الله سبحانه وتعالى لأمة النبي اختص أمته كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعل 70,000 منهم يدخلون الجنة بغير حساب. أولا بداية 70,000، هل المقصود بدكتور سعيد الرقم بالفعل أم 70,000 لأن 70 كان رقم يراد به الكثرة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا قال 70,000 فالمقصود 70,000. نعم. لكن من خلال الروايات التي وردت في هذا يتبين لنا أن 70,000 عدد كثير بجملة الذين يدخلون الجنة. نعم. ثم مع كل 1000 70,000. نعم. وأيضا مع كل واحد من 70,000 70,000. نعم. وفي رواية، وهذا ما نذكره تفصيلا، أن الله سبحانه وتعالى يحثو بيده الكريمة 3
حثيات. نعم. وهذا الفضل الكبير الذي لا نستطيع ولا يستطيع مخلوق أن يقدر حثيات الحق، وهذا من فضله العميم الذي يتولى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حتى أن هذا يفيض على الأمة فيتحول إلى غيرها من الأمة. يعني الله سبحانه وتعالى دكتور سعيد يأخذ 3 حثيات كما أشرت من أمة الحبيب أم من الخلق كافة؟ قال سيدنا ابن عباس فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى ورضي عنهما، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: عرضت علي الأمم، يمر علي النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. انظر إلى عدد 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يعني كما يقولون الدفعة الأولى. لكن هنا مع الأمم الأخرى النبي معه الرجل، النبي معه الرجلان، النبي ليس معه أحد، والنبي معه الرهط، يعني من 3 إلى 9. فرأيت سوادا كبيرا فرجوت أن يكون أمتي. فقال الحق تبارك وتعالى: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق. فقيل لي: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. من هؤلاء دكتور سعيد؟ هل هناك أحاديث توضح من هم الذين سيدخلون الجنة بغير حساب؟ في الحديث أنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب نوضح الأولى والثانية. يرقون ويسترقون. لا يرقون ولا يسترقون، يعني إذا مرض أحدهم لا يرقي نفسه، يعني لا يريد أن يتطبب، وإنما هو متوكل، يقول: الله هو الذي أتى بالمرض، والله هو الذي يرفع المرض. ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، يعني لا يطلبون مثلا من يعالجهم من مرضهم. وفي رواية: ولا يكتوون من الكي، وهو نوع من أنواع المعالجة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دواء أمتي في 3: آية من القرآن وشربة عسل والكي. وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي رواية: وآخر دواء أمتي الكي. هم يترفعون عن الدواء لإيمانهم أن الشفاء بيد الله، كما أن البلاء قدر الله. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وإنما هم متفائلون دائما، ولديهم أمل ورغبة ورجاء وطمع في رحمة الله، وعلى ربهم يتوكلون. دكتور سعيد، حتى لا يفهم المستمع الكريم أننا يعني ندعو إلى عدم الأخذ بأسباب الشفاء، النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يتطبب. نعم. طب كيف يعني نفهم فعل النبي الكريم وهو الأسوة لنا، وكيف نفهم هؤلاء؟ رسول الله صاحب شريعة وحقيقة في آن واحد، فهو مثل وأسوة للجميع. إذا لابد أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب للصغير وللكبير. أما أن يترك الإنسان الدواء توكلا على الله تبارك وتعالى، هذا ليس فيه شيء، لأنه رضي أن يبتلى فيصبر. وإذا قال أحد: أنا أصبر، فهل يقول له أحد: لا تصبر؟ تأكيد هو يترك لشأنه، لأن هذا حال. نعم. ولكن إذا أخذ بالأسباب دكتور السعيد، لا شيء. إذا أخذ بالأسباب وهو يعلم أن الشفاء من عند الله. أيوة، لكن لن يكون من السبيل. نعم. دكتور سعيد، نستطيع القول أن كان هذا صبر هؤلاء الذين صبروا على المرض كنوع من الصبر على الابتلاء، فكان هذا جزاؤهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس هذا فرض على كل الأمة، يعني حتى لا يفهم أحد أننا ندعو إلى أن لا يأخذ أحد بأسباب الشفاء. نحن نتكلم في خصوصيات. هذه درجة مثل الأولياء والعارفين وأصحاب المقامات العليا لا يستطيع عليها كل أحد. نحن نتكلم في خصوصيات، يعني للطبقة العليا من أهل الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واجعل نوره دليلنا إلى صراطك المستقيم، وقائدنا مع عبادك الصالحين
إلى جنات النعيم وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور السيد محمد علي، أنتقل مع حضرتك إلى خصية أخرى وما زلنا على أبواب الجنة، وأيضا اختص الله سبحانه وتعالى أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم دون بقية الأمم بأنها أول أمة تدخل الجنة. يعني كانت آخر الأمم خلقا أو ظهورا، ولكنها هي أول الأمم دخولا الجنة كرامة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة كريمة على الله تعالى، عزيزة على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا كبيرا من العناية والرعاية والاهتمام، وتفضل عليها مولانا تبارك وتعالى كرامة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكرمها بأشياء لم يكرم بها أمة من الأمم من لدن أمة سيدنا آدم إلى أمة سيدنا عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلم. وهذا كما قلت كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث نحن الآخرون الأولون. الآخرون يعني مجيئا، الأولون يعني بعثا، لأن أول من تنشق عنهم الأرض أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا أول من تنشق عنهم الأرض فهم أول من يجوزون الصراط وأول من يدخلون الجنة. هل في هذه الأولية دكتور السعيد فضل، يعني قد يتخيل المستمع الكريم أن يعني ليس هناك فضل كبير في الأولية، ولكن لنعلم أن هذا اليوم يوم شديد، يعني درجة أن البعض يقال يقضى بيننا ولو نلقى إلى جهنم. أنا أرى لو أن كل إنسان مثلا عرف أنه أول أهله بعثا يوم القيامة، لو عرف ذلك أليست هذه منقبة له؟ بالتأكيد. والذي يؤكد هذا ما رواه أبو نعيم صاحب الحلية عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الجن والإنس وإلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم دون الأنبياء، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب أمامي شهرا، وأعطيت خواتيم سورة البقرة وكانت من كنوز العرش، وخصصت بها دون الأنبياء، وأعطيت المثاني مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والحواميم مكان الزبور، وفضلت بالمفصل، وأنا سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عني وعن أمتي ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة، وجميع الأنبياء تحته ولا فخر، وإلي مفاتيح الجنة يوم القيامة ولا فخر، وبي تفتح الشفاعة ولا فخر، وأنا سابق الخلق إلى الجنة ولا فخر، وأنا إمامهم وأمتي بالأثر. وأمتي بالأثر يعني على عقبي ورائي. إن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلي مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قول البعض أنها تأتي في أول الأمم يعني بعد النبيين، فإذا تقدم رسول الله أعقبه النبيون والمرسلون، ثم جاءت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأثر، فهي أول أمة تدخل الجنة. سيد الرسل يا أبا الكون، يا أول خلق، يا من به الانتهاء، سوف يبدو في الحشر جاهك كالشمس متى عوز الأنام الضياء، سابق الخلق أنت بالبعث، والرسل جنود
وفي يديك اللواء. خصك الله بالشفاعة فردا في مقام يخافه الأنبياء. أنت فيه الإمام تسجد لله، وكل الورى هناك وراء. ولك الحوض دونه الشهد والمسك، وما الشاربون منه ظماء. ولك الأمة المحجلة السابقة الخلق، خلفك الغراء. أنت أصل الجنان يا سابق الكل إليها، يهنيك منك الهناء. خصك الله بالوسيلة فيها رتبة فوق خلقه علياء. فوقك الله عز وجل تعالى، ثم أنت الأمار والنهاء. كل خلق هناك دونك في كل كمال تعذر الإحصاء. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. في نهاية هذه الحلقة دكتور سيد محمد علي، وبعد هذا الفضل الكبير الذي تتمتع به أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يرجعنا إلى مضمون هذا البرنامج إنسان محمد. والأمة هنا، هل كل الأمة سواء من عرف حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتبط به وبشخصه وكان معتقدا تمام الاعتقاد وصحة الاعتقاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم دوره مستمر في حياة إنسان أمته، أم لكل الأمة من لم يعتقد ذلك؟ الناس يتفاوتون فرادا وجماعات. لا أظن أن أحدا يتفق أو يشبه الآخر من النواحي كلها، وخاصة من نواحي الكمال. فنواحي الكمال عند البعض، ولا شك في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير. هؤلاء الكمل من الرجال وكذلك من النساء الذين عرفوا فضل رسول الله وقدر رسول الله والتزموا هدي رسول الله وكانوا على ضرب رسول الله، أولئك هم أقرب الناس من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الزمرة الذين تمسكوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه قبل سنته وقبل تعاليمه، فهو أصل السنة المباركة. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بشكري الجزيل لضيفي الكريم دكتور السيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. دكتور السيد شكرا جزيلا لك. شكر الله لكم ونفع بكم وتقبل منكم. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا